عارفين يعني إيه تحسوا إن بيتكم، ستركم، أمانكم بقى فجأة مفتوح على البحر؟ أنا واحدة زي أي بنت مصرية اتجوزت وكنت بحلم ببيت هادي بستر بخصوصية، بس اللي حصل كان غير كده خالص. المشكلة بدأت في الأول خالص، كانت حاجة بسيطة. حماتي الحاجة أم أحمد كانت واخدة مفتاح لشقتي. في الأول قلت عادي، هي حماتي زي أمي. بس الموضوع بدأ يزيد عن حده حبة بحبة. دخول مفاجئ من غير استئذان في أي وقت، صباحية مباركة يا عرايس، وهي داخلة والمفتاح في إيدها. كنت بحس إن مفيش خصوصية، إن البيت مش ملكي بالكامل. الموضوع وصل لدرجة إني بقيت أتوتر من أي صوت في السلم أو أي حركة عند باب الشقة. نومي اتقطع، راحتي اتقطعت، كنت بحس إن كل لحظة في بيتي تحت المراقبة. حاولت أتكلم مع أحمد بالراحة بالكلمة الطيبة: يا أحمد، ماما على عيني وراسي، بس موضوع المفتاح ده بيضايقني، أحب أحس بخصوصية في بيتي. كان بيسمع ويهز راسه: حاضر هكلمها. بس الكلام ما كانش بيتقال، أو بيتقال بطريقة ما توصلش. وأم أحمد زي ما تكون حاطة المفتاح ده كرمز لسلطتها، كانت بتعتبر إنها أم البيت ومن حقها تدخل وتخرج براحتها. الوضع ده كان لازم يتغير، بس تغيير سارة قلب الدنيا. اللي عملته ما كانش متوقع. تابعوا الجزء الثاني.